فور نهايه مباراه ضد منتخب انغولا اخبار كثيره تحدثت عن سوء العلاقه ما بين او اضطراب العلاقه ما بين ابراهيم دياز وحكيم زياش. بغينا نتاكدوا من صحه هذا الخبر، وشنو الدور ديالك كمدرب باش انك تحاول تخلق انسجام ما بين اللاعبين اللي تم الانتداب ديالهم واللاعبين اللي ديجا كيلعبوا في المنتخب الوطني. انا بعد حكيم هو الكابيتان في هذا ستاج، وبغيت نشكره باسكو اللي كيدير الناس عندهم واحد الشوفه ديال حكيم بحال اللي بصراحه ملي كتصوروه ما كيضحكش بزاف، كيبان لك بحال واحد الولد اللي ديما ملي كاين واحد لاعب جديد هو الاول اللي كيمشي لعنده كيدخلوا في الجروب. ومع ابراهيم دارها وكيتفاهموا بالعكس، واي كويري كيبغي يلعب مع كويري، هادشي اللي خصك تعرف. مع الزرق ما كيبغيوش يلعبوا، دونك بالعكس بجوج بيهم فاهمين، بجوج بيهم باغيين يديروا ليستوار مع المغرب، وبجوج بيهم عايشين مزيان. دونك ما كايناتش هاد العلاقه. وعرف شنو باغي يقول مراد. دابا حنا عندنا فرقه دراري جدادين جايين، وفحال اللي حنا كنفتشوا على البوز باش نديروا المشاكل اللي فين ما كاينش. كلشي غادي مزيان، ربحنا لعبنا مزيان، تفاهموا واش كيبوسوا بيناتهم ولا كياكلوا بيناتهم، زعما ما عندها حتى علاقه. هما ملي كيدخلوا كيلبسوا القميص كيبغوا يتقاتلوا على المغرب كيتفاهموا. دونك هادشي غلط. والثانيه لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتضغطوا على زر الجرس. شكرا.